السلام عليكم. البطولات اللي غينظمها المغرب في السنوات القادمة لا تعد ولا تحصى. هادشي غير اللي عارفين واللي رسمي. اما ما هو آتي فراه ان شاء الله غيكون بمثابة ما قبله او اكثر. اليوم في هذا الفيديو غنهضروا على التطور اللي يقدر يخلق المغرب كرة القدم من انجازات وبطولات فترة قياسية واللي كتعتبر سابقة في المنطقة او حتى على الصعيد القاري. غنشوفوا شنو هما الاسباب، شنو هما النتائج والتأثير ديالها علينا كاملين. بقاو معنا. عصير سبورت. تعاقبت الأجيال على المغرب، ولكن إرادة النجاح كانت وحيدة. وكما كنقولوا كل زمان عنده رجاله، حيث هاد الثورة الكروية كان بداها الراحل الحسن الثاني برؤية مستقبلية كانت عنده، وكان أول من كان يريد تنظيم كأس العالم في القارة الإفريقية كما سبق لينا وتفصلنا في هذا الموضوع في فيديو سابق. غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف اللي بغى يتعمق في التفاصيل. ووصولا إلى تحقيق الحلم مؤخرا، الخبر اللي كان أعلنه الملك محمد السادس أن ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال هو الملف الوحيد المعتمد اللي بقى عند فيفا، وبهكذا غيكون الهدف اللي كان عند الجيل السابق تحقق، وبإرادتهم وبتفانيهم في العمل على إيصال هذا البلد للمكانة الحقيقية اللي يستاهلها. وبالنسبة للنجاحات داخل رقعة الميدان، المنتخب المغربي كان أول منتخب عربي يتأهل الدور الثاني في كأس العالم، ناهيك عن المشاركات المشرفة الأخرى. ومؤخرا استطاع المنتخب ديالنا تحطيم رقم قياسي افريقي وعربي جديد بوصوله الى نصف النهائي. وبالنسبه للانديه فراه دائما ما كانت الانديه المغربيه متعوده للوصول للتتويج قاريا والمشاركه دوليا كل التظاهرات الدوليه، بدءا بتتويج الجيش الملكي بدوري ابطال افريقيا سنه 1985، ووصولا الى تتويج الوداد السنه الماضيه باللقب الافريقي، وكذلك رجوع الرجاء الرياضي في السنوات الأخيرة للمنافسة على الألقاب القارية غيخلينا دائما نشوف المنافسة من الأندية المغربية على الألقاب القارية. وكذلك من الأمور اللي المغرب أصبح بارع فيها تنظيم التظاهرات، حيث كيتعتبر حاليا الوحيد في القارة القادر على إنجاح التظاهرات العالمية حكم البنية التحتية اللي ولات كتوفر عليها بلادنا، وكذلك الأمر الحضور الجماهيري والشغف اللي عند الجماهير المغربية عامة. وهذا الشيء شفناه جليا كأس العالم الأندية الأخيرة اللي تقامت في المغرب في كل من طنجة والرباط، واللي عرفت حضور جماهيري كبير في المباريات اللي انعكس إيجابيا على مستوى المباريات، الشيء اللي كيخلي ديما الفيفا تثق في المغرب ويبقى دائما المغرب مسرح للتظاهرات العالمية. وحاليا ملاعب المغرب كتعرف إصلاحات جذرية ليتم عصرانتها باش تولي كتحترم بشكل أكبر دفتر تحملات الفيفا من أجل المسابقات المقبلة. وكنهضروا بالخصوص على كل من كأس إفريقيا في سنة 2025، وكذلك كأس العرب وكأس العالم للأندية اللي غيكون في سنة 2029 إن شاء الله، ووصولا إلى تنظيم كأس العالم سنة 2030. ولهذا تم هدم مركب ملاعب ديال اللعب بالكامل، وسيتم بناء ملعب جديد مكانه. وغيكون واجد لاحتضان كأس إفريقيا سنة 2025 إن شاء الله. وكذلك ملعب ابن بطوطة بطنجة اللي تتم العصرانة ديالو هو الآخر، على غرار ملعب مراكش وملعب أدرار بأكادير اللي غيتم فيهم إزالة مضمار ألعاب القوى وتغطيتهم بالكامل، والعديد من الإصلاحات الأخرى لا داعي لذكرها. أما بخصوص تطوير كرة القدم داخل المغرب فراه في الماضي كانت أغلب المواهب يتم اكتشافها بالصدفة أو خلال دوريات الأحياء اللي كانت كتقام في فضاءات غير مؤهلة داخل الأحياء، ولم يكن يعطي هذا أي نتائج كبيرة. ولكن الآن ومع ظهور عدد من الأكاديميات اللي مختصة في التكوين أصبحنا نرى نجاحا كبيرا، وخاصة أكاديمية محمد السادس اللي أعطتنا أسماء كبيرة محليا وكذلك دوليا كيوسف نصيري وعز الدين أناحي والقائمة تطول. وهذا الشيء اللي غيطعم الأندية المحلية بلاعبين عندهم تكوين قاعدي عالي، واللي غيؤدي مباشرة إلى تطور البطولة الوطنية وكذلك المنتخب الوطني. اليوم هذه الدينامية التي تعرفها كرة القدم الوطنية
النظرة الاستباقية لصاحب الجلالة نصر الله منذ أكثر من 10 سنوات، عندما قرر إنشاء أكاديمية محمد السادس وأشرف عليها شخصيا وتمويلها شخصيا. اليوم نجني بعد ثمارها. انتم شفتيو في المنتخب اللي كان في قطر، المنتخب الأول، لا اللاعب بن نصيري ولا التقنوتي ولا أناحي ولا نايف، المنتوج الخالص لهذه الأكاديمية. نجني بعض الثمار اليوم، المستقبل سيكون أفضل، سنجني ثمارا أكبر. بطبيعة الحال لازم أننا نواصل العمل على جميع المستويات، أن تتضافر الجهود وأن نتجاوز الحسابات الضيقة حتى نكون في مستوى تطلعات ملكنا أولا، ونكون في مستوى تطلعات الجماهير المغربية التي تستحق منا الفناء وكل العمل والجد. في الختام، التطور اللي عرفه المغرب مؤخرا كرويا وتنظيميا ما يمكن ليه الا ينعكس ايجابيا في زرع الروح الوطنيه عند المغاربه، ويمثل رحله ناجحه في بناء مستقبل مشرف، ماشي رياضيا فقط وانما في جميع المجالات ان شاء الله. وبهكذا غنكونوا ختمنا الفيديو ديالنا اليوم. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتدعمونا بالاشتراك ونشر المحتوى باش يوصل لاكبر عدد من الناس. وشكرا لكم والى اللقاء في فيديو جديد.